السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اول حاجة هنصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة بقى تعالوا هنشوف هنعمل ايه. النهاردة عملت كيكة وعليها جوز الهند وكمان مربى، وكمان عملت شاي الكرك. بس النهاردة هنقول وصفة الكيكة، وهعمل فيديو تاني لشاي الكرك عشان تعرفوا بيتعمل ازاي. اول حاجة انا حضرت هنا الخلاط بتاعي. جبت بيضتين كده بدرجة حرارة الغرفة، بيضتين كبار او 3 بيضات صغيرين، وحطيت عليهم كوباية سكر، وحطيت عليهم كوباية لبن حليب، وحطيت نص كوباية زيت. الزيت هنا استخدمي زيت كويس ويكون فاتح، ملوش ريحة، نوع نضيف يعني، عشان ما يعملكيش طعم مش مستحب في الكيكة. حطيتهم على بعض كده كلهم وشغلت الخلاط، ضربتهم ضربتين لحد ما السكر يدوب. وبعد خلاص ما ضربته في الخلاط هنزل في بولة كده كبيرة يعني، عشان اقدر اضرب الخليط ده مع الدقيق. هنا حضرت دي كوبايتين دقيق ونخلتهم كويس، وبعد كده حطيت عليهم كيس كيك شيف او بيكنج باودر اللي متاح عندك، وكيس فانيليا باودر برضو. بلاش فانيليا سايلة في الوصفة دي عشان بتغمق الكيكة، واحنا عايزين كيكة من جوه تبقى بيضة وجميلة. هحط بقى هنا الكوبايتين اهو، انا عبيتهم في كوبايه كده عشان تعرفوا ان هما كوبايتين المقدار بتاعهم يعني. وبعد ما خلاص حطيت الكوبايتين هبدأ بقى اضرب بالمضرب اللي هو الويسك العادي اليدوي ده، يعني مش شرط يكون مضرب كهربائي. هفضل اضرب كده لحد ما الدقيق بقى يختفي والخليط كده يتجانس مع بعضه، ويبقى ريحته طلعت كده. الكيكه كده بيبقى ليها ريحه وهي لسه نيه، يعني ريحه الفانيليا مع الدقيق بقى مع اللبن والكلام ده بيبقى ليه ريحه جميله قوي. هنا الخليط بدأ اهو يختلط مع بعضه. جبت هنا صينيه حطيت فيها زيت وبطنتها بالدقيق، والزياده طبعا نفضتها منها. وكنت مشغله الفرن هنا على درجه حراره 180، على حسب طبعا فرنك، لو عالي خليه على 180، لو ناره هاديه خليه على 190. في افران كده فيها 190 180 و200 و210، في افران كده، في افران بتبقى 180 و200 على طول. لو هو هادي اعمليه على 200، لو ناره كويسة اعمليه على 180 رف وسط. وحطيت الكيكة وسبتها ساعة، قصدي نص ساعة و10 دقايق، يعني ما يقرب من الساعة الا ربع. ولقيت ريحتها طلعت وطلعتها كده، وفتحت عليها الشواية الاول وطلعتها. وبعد كده عندي هنا مربى تين، هو كان المفروض يتحط مربى فراولة، بتبقى أطعم وأجمل على الكيكة دي، بس اللي كان متاح عندي مربى تين فمش هوقف نفسي، حطيت المربى التين. وبعد كده فردتها على سطح الكيكة كده. وبعدين جبت بقى جوزة الهند اللي هي البشر دي، ورشيت بقى فوق سطح الكيكة كده على المربى كمان. الطعم بقى مش قادرة اقول لكم عامل ازاي. حابة بقى جوزة الهند اكتر من كده زودي، عايزة اقل من كده براحتك اللي انت عايزاه. هقطعها بقى كده مثلثات، قطعها التقطيعة اللي انت تحبيها، انا هقطعها مثلثات بالمنظر ده كده. الكيكة دي جميلة جدا وهشة وطرية عاملة زي الاسفنج. طلعت انا حتة كده، وهطلع الحتة التانية بقى اهي، الخرطة التانية عشان تشوفوا شكلها. دي الخرطة الاولانية اللي انا طلعتها اكلت منها، شايفين طرية وعاملة ازاي، ولونها ابيض من جوه زي التلج، شايفين
جميلة جدا جدا وهشة وطرية، طعمها حلو قوي قوي. قدمتها انا بقى في طبق كده. القطعة التانية اللي انا طلعتها، لو عندك مثلا ضيف او اي حد مثلا جايلك تقدميها كده. قدمت معاها انا شاي كرك، هعمل ليه فيديو لوحده. صفيته كده بقى، حطيته في البراد، وبعد كده جبت الصينية بقى بتاعتي عشان اقدم. بتبقى بصراحة يعني جميلة جدا. ممكن يتحط معاها اي مقبلات تانية زي تمر سوداني يتحط جنبهم، يبقى جميل برضو. تين مجفف. هي الشاي الكرك بيتقدم معاه كده، والكيكة دي بيتقدم معاها كده. هنا بقى قدمت الصينية كده، البراد والكيكة والكوبايتين الاستكانة دول، وصبيت الشاي الكرك. مش قادرة اقول لكم بقى الطعم عامل ازاي بصراحة. طعم الكيكة وطعم الشاي تحفة تحفة، جميل جدا. شايفين الكيكة ارتفاعها عامل ازاي؟ وكده بقى ده الشكل النهائي للوصفة. اتمنى تكون عجبتكم. لو وصلتي هنا بقى وعجبك الفيديو، ياريت ما تنسيش الاشتراك وتفعلي زر الجرس واللايك عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.